اسمي أيلام منبج، أنا من مدينة منبج. كان في أسباب كتير لما انضميت للحزب، يعني بلكي نحن 7 أخوات منضمين وأمي معي كمان انضمينا لهالحزب. أكيد كان في سبب لما انضمينا لهالحزب، يعني أول شيء ظلم من داعش. يعني لما انضمينا يعني أنا طلع على القائد بقول إنه القائد عمل كل شيء مشان المرأة، كل شيء عنا هون بالحياة المرأة هي أول شيء كمان. ليش؟ لأنه بين المجتمع العربي كمان يعني كانت المرأة كتير تعذب. يعني لما أنا انضميت لحملة دير الزور بلكي يعني كنا هنيك، يعني وين ما أروح يعني داعش انتشر بكل المكان، لأنه داعش كتير كان خطر للشعب، لأنه داعش كان يعمل شغلات مو منيحة. كنا يعني ما بنقبل هالشي على شعبنا هيك بيصير. هلأ داعش عم نقول خلص، هلأ تركيا طلعت هيك، هلأ تركيا رح تفوت هون. يعني أنا شخصاً ما بقبل تركيا بتفوت لهون، لأنه بعد كل هذا التعب وكل تعب رفقاتنا ما بنقدر، وتعب الشهداء وتعب القائد ما بنقدر نعطيه لحدا. يعني أنا شخصاً يعني أنا عم حارب مشان شعبي، مشان رفاق الشهداء، وشعبنا كتير قاوم، انظلم من داعش من أردوغان. يعني آخر شيء كلمتي مشان المرأة العربية، هي بتجي تنضم وبتتعرف على الحزب كمان، بتتعرف على نفسها وبتعرف إنسان بيعرف حاله شو هو، تخلي يجي ينضموا للحزب مشان يدوروا على الحرية.